السلام عليكم. الحلقة دي عاملها عشان اتكلم فيها عن لاعب النادي الاهلي محمد هاني. محمد هاني الباك اليمين للنادي الاهلي، وهو الباك اليمين بتاع منتخب مصر. فكل اللي انا عايز اقوله ان محمد هاني بصراحة كان مشرفنا في مونديال كاس العالم مع منتخب مصر، وكان عامل شغل كويس في الباك اليمين. في ناس بقى هتقول لي ان هو بيغلط، ان هو بيدخل جوان في نفسه، ان هو ساعات مش مركز. والله يا جماعه انا شايف ان كل لعيبه الكوره بتغلط. مفيش لاعب كوره في الدنيا ما بيغلطش، مفيش لاعب كوره ما بيدخلش جوان في نفسه، مفيش لاعب كوره بيجي يباص الكوره وما بتقلش منه. ده وارد ان هو يحصل مع كل الناس، فعادي يعني ان احنا كلنا نغلط، ودي حاجه بتحصل مع كل لعيبه الكوره. بس انت لو جيت تبص تلاقي الراجل كان عامل شغل جامد في الباك اليمين، بيعرف يدافع كويس، بيعرف يهاجم، لما بيطلع بهجمة لقدام بيعرف يرجع تاني بسرعة، ما بياخدش وقت، بيمشي كرة على الأرض برضو كويس، بيعمل أوفرات حلوة بصراحة يعني. فالراجل بصراحة عمل يعني كذا ماتش في كأس العالم كويسين. أنا ما شفتوش أثر، هو ممكن يكون غلط بس عادي، زي ما قلت كلنا بنغلط، فده حاجة عادية يعني بتحصل مع كل الناس. بس هو كان راجل في الملعب وبيعمل اللي عليه، بيموت نفسه. عمل ماتش كويس قدام إيران، قدام نيوزيلندا، قدام الأرجنتين، قدام استراليا، قدام بلجيكا. الراجل ما كانش مقصر بصراحه، وباك يمين محترم دولي، وهو الباك اليمين بتاع الاهلي، وعامل معاهم شغل جامد وجاب معاهم بطولات. ما بيأثرش بصراحه يعني انا اتمنى اشوف باكات يمين تانية تبقى زيه في نفس المستوى. اصل في ناس طلعت بتقول لك أصل هو وحش ومش عارف وبيتلخبط يا جماعه احنا كلنا بنغلط، دي حاجه عاديه يعني، كل الناس بتغلط. فانا اتمنى ان هو يفضل مستمر على نفس المستوى، واتمنى ان هو يعمل شغل جامد مع النادي الاهلي، ولو جاله عقد بره واحترف تبقى حاجه كويسه والله. لو عايز يكمل في الاهلي برضه مفيش اي مانع، هيعمل شغل جامد برضه. واتمنى كل الخير لكل لعيبه منتخب مصر ولاعيبه الدوري المصري ولاعيبه مصر عامه. وكده حلقتي خلصت معاكم النهارده، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه اللي جايه. يا ريت بس كل اللي يشوفني يعمل اشتراك.